ابدا باللاعب امام عاشور. امام عاشور كلنا عارفين ان هو كان انتقل من نادي الزمالك بعقد نهائي الى ميتلاند الدنماركي مقابل مالي 3 مليون دولار. راح ولعب 8 مباريات في الدوري واحرز هدفين، ولكن اصبح على مقاعد الاحتياطي ولم يقتنع المدرب. طبعا كان اصيب يعني، ولذلك جلس على مقاعد الاحتياطي، وبعدين المدرب اللي جه بعد كده ما ادالوش فرص حقيقيه. ويبدو انه كمان امام مش متحمل قوي الحياه الاوروبيه. خلي بالك انه اوروبا قد تبدو حلم جميل، قد تبدو حلم جميل، ولكن لما تنتقل فعليا المسألة محتاجة جلد وصبر كبير جدا جدا جدا، لأنه المسألة ما هياش وردية بالشكل اللي البعض يتصوره. يعني لك أن تتخيل حياة لاعب كرة القدم هناك عبارة عن إيه؟ عبارة عن هو بيروح التمرين ويرجع يقعد في البيت، لأنه كوميونيتي نفسه اللي هو فيه، أو يعني الناس اللي حواليه مش جوه، ما هماش الاتموسفير الطبيعي بتاعه. وبعدين الشتاء طويل في اوروبا، واللعيبه عندنا متعوده هنا على الشمس الحلوه والاجواء الجميله فالوضع بيبقى فيه نوع من انواع الكآبه شويه. انا رحت اصلي اوروبا في الشتاء كتير، وعارف بقول لكم ايه. اوروبا في الشتاء الساعه 6 بالليل الدنيا هس الهس، ما تسمعش صريخ ابن يومين. لو نزلت في الشارع هتبقى ماشي لوحدك. وبعدين الاجواء هناك صعبه جدا في الشتاء، امطار ورياح وبتاع، وحاجه صعبه جدا، عايزه نوعيه من اللاعبين عنده جلد رهيب رهيب. ولذلك كثير من التجارب المصريه في اوروبا راح ورجع. طبعا يمكن النموذج الاجمل والاقوى بالنسبه لنا طبعا محمد صلاح اكيد، ومن بعده النني اكيد، لان هم قدروا يتحملوا الاجواء الصعبه اللي انا بقول عليها دي. يعني يبدو والله اعلم ان امام عاشور مع وضعه الكروي اللي مش مستقر 100%، فهناك كلام انه حصل حديث مع امام عاشور لعودته مره اخرى للزمالك. هناك حوار حاليا بين نادي الزمالك وبين اللاعب امام عاشور. امام عاشور اتنقل نقل نهائي ب3 مليون دولار زي ما انا قلت. زمالك حصل على 1.5 مليون دولار فقط لا غير، ويتبقى له 1.5 مليون دولار اخرى. وارد انه يعمل ديل مع ميتلاند الدنماركي، وارد انه هو ياخد اللاعب مثلا مقابل 1.5 مليون دولار مثلا اعاره سنه في سنه، سنتين، الله اعلم الحوار هيمشي ازاي. لكن اللاعب بلغ نادي الزمالك ان هو من ناحيه المبدا موافق. ده معناها انه امام لم يتحمل المعيشه في اوروبا. بلاش معنى تاني، لان احنا ما بنصدق ان لاعب يلقط في اوروبا. وبعدين الدنمارك ما هواش من الدوريات الكبرى، لكن هو مطبخ، لانه البلاد دي مطبخ للدوريات الكبيره، سواء الدنمارك، بلجيكا، هولندا، سويسرا. يعني صلاح بدايته فين؟ في سويسرا، والنني نفس الوضع في سويسرا. يعني دي مطابخ بيروحوا سماسرة الوكلاء الكبار بيلفوا على الدوريات الاوروبيه دي كلها، لو لقوا حد كده تك بيلقطوه ياخدوه على طول. والامثله كثيره ولا تعد ولا تحصى. اذا هذا موقف امام عاشور وفقا لما وصلنا من احد مصادرنا الموثوق فيها، انه امام ابدى استعداد، وان النادي يفكر بجديه. وطبعا الزمالك اكيد هيحتاج امام عاشور اكيد كلاعب مهم في وسط الملعب اكيد. لكن لما تسالني انا اقول لك خساره ان التجربه الدنماركيه، زي ما كده الاستاذ عادل امام عمل الفيلم الجميل بتاعه، كنا نتمنى ان هي تكتمل. يعني ده بالنسبه لامام عاشور. نروح بقى على اشرف بن شرقي.
اشرف بن شرقي محترف في الجزيره الاماراتي كلنا عارفين، وبيتقاضى 3 مليون دولار هناك في الموسم الواحد. ايضا هناك حوار مع اشرف بن شرقي، طبعا الزمالك مش هيقدر يديله 3 مليون دولار، 3 مليون دولار انت بتتكلم في رقم فلكي يعني بتتكلم 100 110 120 مليون، يعني رقم لا يمكن، يعني لا يمكن، مستحيل. لكن اشرف حابب يرجع الزمالك لان هو تألق او ما عندوش مانع من ناحيه المبدأ، يعني ما عندوش مانع، بس هو قال لك اتفقوا معايا على المقابل. اتصور يعني انه ممكن جدا المبلغ ده يخفض بشكل او باخر اذا كان لدى الزمالك الامكانيه الماليه يعني، وبالتالي اكيد هيبقى مكسب كبير. لكن حتى هذه اللحظه اللي انا بقوله ده مجرد حوار تم، انه اشرف بن شرقي ما عندوش مانع، هي الجمله كده قال كده ما عنديش مانع بس نتفق على المقابل، سواء على سبيل الاعاره او انتقال نهائي، يعني على حسب يعني. فالمبلغ طبعا كبير جدا، ربما يكون هناك اتفاق على اعاره، الله اعلم، لكن الرقم بتاعه رقم كبير قوي قوي قوي، صعب يعني. طيب ده بالنسبه لاشرف بن شرقي. احمد بالحاج، احنا كل دول بنتكلم على لعيبه الزمالك. احمد بالحاج خلاص، احمد بالحاج انتوا عارفين كان جه اعاره للزمالك من اسوان مقابل 4 مليون جنيه مصري، وتفعيل بند الشراء قبل نهايه الموسم باسبوعين مقابل 10 مليون جنيه مصري. الزمالك من غير ما يبقى ده خبر، يعني انتوا كلكم شايفين هو ما بيلعبش، وبالتالي مؤكد ان هم لن يفعلوا بند الشراء، ما بيلعبش، ده مش محتاجه بقى يعني ايه مصدر والكلام ده يعني. لكن الكلام ان هو عنده عرض اخر اعتقد من نادي سيراميكا على ما اعتقد، وهو بشكل كبير هينتقل، لكن لن يعود الى نادي اسوان قولا واحدا يعني. لكن الكلام ان هو سينتقل ربما الى نادي سيراميكا كليوباترا. عنده عرض فعلا رسمي من نادي سيراميكا، تحدثوا معاه، هو لعيب كويس، بس مش كل لعيب كويس بينفع في الانديه الكبيره، واحنا عندنا امثله كتير. لو رجعنا شويه حسام حسن بتاع سموحه ما مشيش مع الاهلي، لو رجعنا حبه صغيرين شادي حسين بتاع سيراميكا ما مشيش مع الاهلي. هناك نوعيه من اللعيبه وغيره وغيره يعني ما بتمشيش. مثلا عمرو السيسي بتاع طلائع الجيش لما راح الزمالك في الاول لعب، وبعدين بعد كده شافوا انه لا في اداء افضل من كده قعد، وهكذا يعني. برضو السردباك قلب الدفاع بتاع نادي الزمالك، ولا اسمه يا جماعه الزناري، مصطفى الزناري، نفس الكلام، كان مكسر الدنيا بره، لما راح ما بيلعبش، ما يعني ما شبانه، نفس الكلام محمود شبانه. يعني دايما لازم الكوتش بقى وهو بيختار لازم يبقى عينه دقيقه جدا جدا جدا، يشوف الكواليتي دي، لانه زمالك واهلي عاده بيلعبوا بشكل هجومي، وبالتالي عادة الفرق اللي بتلعبهم بيلعبوا بشكل دفاعي، هجمات مرتدة تنظيمية بتاع الكلام ده كله. لكن في الأغلب الأعم اللي بيلتقي أمام الأهلي والزمالك عادة يعني بيلعب بشكل دفاعي أكتر منه هجومي. وبالتالي إذا كنت أنت مهاجم كويس بره النادي الأهلي أو الزمالك في نادي آخر، أنت هتيجي هنا هتلعب أمام فرق بتتكتل دفاعيا، فهل انت هتقدر؟ فهنا بقى الكوتش اللي بيبص بعينه